خلوني فرجيكم كيف حضرت تشيز كيك عالي بالبروتين وخفيف بنفس الوقت وكتير طيب. شوفوا الطريقة. أول شي بلشت بطبقة البسكوي واستخدمت لامير بولار الفرنسية، وبما أنه موسم الرطب بلش فحطيت كمان مع هيدي البسكوي مصنوعة بأجود أنواع الزبدة وبطعم خفيف وطيب. زدت علبتين مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وست حبات من الرطب، هيك شلت لهم بس البذرة وحطيتهم بقشرهم، وربع كوب لوز وطحنتهم كلهم لصاروا بهيدا القوام على الفود بروسيسور. جبت القاعدة تبع التشيز كيك القالب وحطيت لها ورقة زبدة بهيدي الطريقة وسكرت عليها، ضرورية ورقة الزبدة، وحطيت خلطة البسكوي بقاعدة القالب ورصيتهم بإيدي بهيدي الطريقة، وهيك الكراست جاهزة معنا. نجي للفيلينج. هيدي أول مرة بستعمل جبنة الريكوتا بالتشيز كيك، وهيدي الريكوتا الجلباني مصنوعة من مصل اللبن وعالية بالبروتين، وإذا بتلاحظوا قوامها كريمي مثل أي نوع جبنة تانية، وأكيد بتستخدم للحلويات وبالطبخ. فوقها منزيد نص كوب من السكر الأسمر الرطب، يفضل الرطب لأنه بيعطي قوام أحلى وطعمة أطيب. نخلطهم منيح لنتأكد أنه كل حبيبات السكر دابت مزبوط، وهيك بده يطلع القوام. نجي للويبنج كريم اللي هي كريمة الخفق. استخدمت بريزيدون ولازم تكون نسبة الفات عالية فيها. شوفوا قوامه كيف متماسك وبينخفق بسهولة وطعمته طيب كتير. أخذت كوب منه، حطيت فانيلا فوقهم وخلطتهم، وزدت 3 بيض، وحدة بالتدريج ورا الثانية، وآخر شي ملعقة نشا، ومنكمل بالسباتولا والفيلينج بيكون جاهز. ومثل العادة ضروري قبل ما نفوته على الفرن نغلفه بورقتين سانيتا ونحطه بصينية بقلبها مي كرمال نحافظ على الرطوبة وما يشقق معنا بقلب الفرن. هيدي المي حطيتها مي سخنة، أنا سخنتها أكيد على فرن حامي من قبل. وبعد ما نخبزه منخليه يبرد منيح ومنزينه. أنا استخدمت كذا نوع من الفروت سبريد من ساندال فور الخالي من السكر، المواد الحافظة، الملونات الصناعية، فيكم تقولوا صحي، وهو محلى بس من العنب وعصير الفواكه، من أجود الأنواع اللي ممكن تلاقوها بالسوق. استخدمت 3 نكهات، عندي المانجو والباشن فروت كنت أول مرة بجربها وكتير طيبة، والفور فروتس والرازبري، وأكيد أنتم بتنقوا النكهة اللي بتحبوها. وهيدي نتيجة التشيز كيك، يعني طعمة البسكوي مع الرطب بتعقد طلعت، والجبنة كتير خفيفة، رح اعتمدها بالتشيز كيك واستفيد من نسبة البروتين اللي فيها.